مريض ضعف عضلة القلب هل ينفع يصوم ولا ما يصومش؟ الإجابة ينفع. أول حاجة لازم يبقى فاهمين إن وضعنا الحالي لازم يكون مستقر، بمعنى ما ينفعش مريض عنده ضعف عضلة القلب ولسه خارج من العناية ما بقالوش أسبوعين عمال ياخد أدوية مضرات للبول بتوصل لدرجة إن هو بياخد حقن عشان يجيب كمية البول الكافية وضغطه على طول واطي، على طول ضربات قلبه سريعة، ما بيعرفش ينام غير على 3 مخدات ووضعه في الوضع الحالي غير مستقر. ده قولا واحدا ما ينفعش إن هو يصوم. سيناريو تاني، مريض عنده ضعف عضلة القلب ولكن الحمد لله هو متابع بقاله فترة، ما دخلش المستشفى آخر 6 شهور، جسمه مش مورم، بينام كويس، بيتحرك كويس، ملتزم بعلاجاته، مقلل الملح على قد ما يقدر، محافظ على نفسه عشان ما يجروش لا قدر الله اي دور برد او اي مضاعفات. طب هل ده ينفع يصوم؟ ينفع يصوم. طب لو هو صام هياكل ازاي؟ يشرب ازاي؟ توزيعة علاجاته بتكون ازاي؟ اول حاجه توزيعة العلاجات بتختلف من مريض للتاني على حسب كميه العلاجات اللي هو بياخدها وايه هو ماشي وايه هي الاصناف. فدي بتتم عن طريق ان انت حضرتك لازم تراجع الدكتور اللي انت متابع معاه. طب تاكل ايه وما تاكلش ايه؟ نفس التعليمات اللي بنقولها لكل مرضى القلب، ان انت لو عندك مشكله في القلب اول حاجه حاول عند ما تقدر ان انت ما تاكلش مره واحده. مجرد ما بتاكل والمعده بقى لها فتره طويله مش واصل لها اي اكل ويجي لك كميه اكل كبيره مره واحده، ده بيعمل استشعار للقلب ان هو لازم يضخ كميات دم اكتر من الطبيعي للجهاز الهضمي عشان يقدر يتعامل مع كميه الاكل اللي وصلت له. تخيل بقى انت مريض اوريدي قلبه تعبان ومطالب ان هو يعمل مجهود اكتر من الطبيعي، ففي الحاله ديت بيبتدي القلب يبقى فيه لود عليه وحمل عليه فتبتدي تظهر المشاكل. علشان كده بننبه على المرضى ان انت لو هتصوم حاول على قد ما تقدر تبقى وجباتك صغيره ومتفرقه على مدار اليوم. ما ينفعش ان انت تيجي بعد الفطار على طول اول ما الاذان يقول الله اكبر تروح جاي واكل وجبه كبيره مره واحده، لا افطر حاجه خفيفه، بعد كده ممكن تاكل سلطه او اي حاجه تسد بيها جوعك ما تبقاش تقيله، تصلي العشاء تاكل وجبه تاني، وحتى السحور يبقى حاجه خفيفه. تاني حاجه ما تاكلش وتنام. ليه ما تاكلش وتنام؟ الاكل ذات نفسه لما بيكون كميته كبيره وتيجي انت تنام ده ممكن يسبب ان يحصل ارتجاع في المريء وبيعمل ضغط على الحجاب الحاجز اثناء النوم فيخلي نفسنا مش مرتاح مع مريض في الاساس عنده مشكله في ضعف عضله قلب، فدي كلها بيعمل حمل ولود على القلب. يبقى كده مريض ضعف عضله القلب ينفع يصوم لو التزمنا بالتعليمات اللي قلنا عليها.